ملخص النهاردة هو عملية سطو على واحد من أكبر الأبل ستورز في العالم كله، والفيلم مبني على قصة حقيقية حصلت أحداثها سنة 2022. يلا بينا مع بعض نشوف أحداث ملخص النهاردة. بيبدأ الفيلم في أمستردام بإليان بيتروف اللي بيرجع من السفر وبيرجع لشغله في فندق ترافل. بتتصل بيه مراته وبتقوله إنها جابت أوراق البيت الجديد، وبيكون من الواضح إن إليان متضايق وإن عنده مشاكل مالية، وده بيبان أكتر لما بيقول لها إنه ضيع الإيربودز بتاعته وإنه مضطر يشتري واحدة جديدة لأنه بيحتاجها في شغله. المهم بعد كده بيروح إليان متجر أبل عشان يشتري إيربودز جديدة بدل اللي ضاعت. بعد شوية بيدخل المتجر شخص بلبس عسكري وبيكون شكله مريب. بنعرف إن الشخص ده اسمه عمار بيطلع سلاح وبيهدد بيه كل الموجودين وبيقول لهم إنهم رهائن. في الوقت ده بتنتشر حالة من الخوف والذعر في المكان كله، والناس بتكون مرعوبة وبتصرخ، وفي اللي بيستخبى واللي بيحاول يهرب. وبيقدر واحد شغال في المكان اسمه مانجوس ومعاه واحد تاني وواحدة ست وبنتها إنهم يستخبوا في الخزانة بتاعة المتجر، ومانجوس بيقفل عليهم بالكارت بتاعه. الباقي بيهرب وبيتبقى إليان اللي بيحاول يستخبى من عمار. وفي الوقت ده الشرطة بتكون موجودة في الساحة اللي فيها المتجر بتاع أبل. وقتها بيسمعوا صوت ضرب نار وبيبلغوا بحالة طوارئ لما بيلاقوا الناس كلها بتجري في المنطقة وبيروحوا ناحية المتجر بسرعة. وجوه الستور عمار بيقدر إنه يشوف إليان. في الوقت ده بيخليه ينام ويرجع إيده ورا ظهره وبيكتفه، وبيبدأ عمار يظهر نفسه للشرطة وبيشاور لهم إنه معاه حزام ناسف، وبيكون معاه جهاز تحكم في المتفجرات اللي حوالين جسمه، وبيبدأ إنه يضرب أعيرة نارية في الهواء. طبعا أفراد الشرطة اللي في الساحة بيبلغوا غرفة العمليات الخاصة بالشرطة، اللي بيكونوا عايزين يعرفوا هل اللي بيحصل ده عمل إرهابي ولا عملية سطو عادية، ولكنهم مش بيكونوا قادرين يحددوا الموقف، فبيضطروا إنهم يستدعوا كل الأقسام. المهم بيبدأوا يتصلوا بالضابط فينستون من وحدة التدخل السريع من الشرطة، اللي بيكون رايح في أجازة مع عيلته وبيضطر طبعا يلغيها عشان العملية. وبتتصل كارينا بكاس القائد العام لشرطة أمستردام وبتطلب منه يجي غرفة التحكم بسرعة لأن في رهائن في متجر أبل. طبعا بيكون في حالة استعداد وتأهب من الشرطة في كل المدينة، وكمان بيقفلوا كل الطرق اللي بتدخل للساحة اللي فيها أبل ستور. وبنرجع للمتجر مرة تانية وبيكون إليان مرعوب طبعا من الوضع اللي هو فيه، وعمار بيخليه يقوم وبيطلع بيه بره المتجر، وبيقول للشرطة الموجودة إنه عايز وسيط للمفاوضة وإلا هيقتله، وبيضرب رصاص في الهوا تاني. وبيرجع يدخل بعدها المتجر مرة تانية وبيتصل بالشرطة وبيطلب نفس الطلب تاني، إنه عايز مفاوض محترف وإلا هيدمر المكان بالرهائن اللي فيه. كل ده ومحدش فاهم أصلا هو عايز يتفاوض على إيه بالظبط. وفي الخزانة منجوس بيتصل بالنجدة وبيقول لهم إن محدش يقدر يفتح عليهم لأن الباب بتاع الخزانة بيتفتح بكارت موظف في المتجر وبس. وبيطمنوه إن قوات التدخل السريع في طريقهم لإنقاذ كل الرهائن وإنهم ما يعملوش أي حركة تأذيهم ولا أي أصوات. وفي الوقت ده فعلا بتبدأ توصل قوات التدخل السريع، وبيرجع عمار تاني ياخد إليان ويقف عند إزاز المتجر وبيهدد بتفجير نفسه وبيرجع يدخل تاني. إليان في الوقت ده بيحاول إنه يتكلم مع عمار، لكن هو بيقوله إنه مش مهتم يتكلم معاه ولا يعرف عنه أي تفاصيل. المهم في مكتب التحقيقات الخاصة بيوصل كاس وبيفهم منهم الوضع، وكارينا بتديله رقم عمار وبتقوله إنه لازم يتصل بيه لحد ما المفاوض يوصل. وبيوصل فينستون وباقي فرقة التدخل السريع للساحة اللي فيها المتجر، وبيتحركوا عشان يخلوا المكان من أي شرطي وعشان يقدروا ينزلوا ال40 فرد المدنيين المحبوسين في الدور التاني من المتجر، وبعدها يقيموا الوضع قبل الاقتحام. وبنعرف هنا إن عمار ما عندوش أي فكرة إن في أشخاص تانيين في الدور التاني، وبيكون مفكر إنه معاه إليان بس كرهينة. المهم التدخل السريع بيقسموا نفسهم لفرق عشان يحاصروا المتجر من كل الاتجاهات، وطيارات هليكوبتر عشان يأمنوا المكان من فوق كمان. وفي غرفة العمليات بتوصل لين اللي هتكون على راس فريق المفاوضين اللي هيتفاوض مع عمار عشان يقدروا يخرجوه من المبنى من غير أي خسائر. طبعا دلوقتي كل الأخبار بتنتشر إن في محتجزين في متجر أبل، وعمار عمال يتابع الأخبار دي. وإليان بيرجع يتكلم معاه مرة تانية وبيقول له إنه لازم ياخد الدواء بتاعه، لكن عمار بيتجاهله لما بتجيله مكالمة من لين، وبيكون مع لين باقي فريق المفاوضين فيلكو وراشيل. الغريب هنا إن عمار بيقفل الخط في وشها على طول. بعدها بيروح يجيب الدواء لإليان ويديهوله. بعد كده إليان بيقول له إن إيده بتوجعه فبيغير له وضع الرابطة اللي في إيده، فلحد دلوقتي مش باين عمار ده شخص مؤذي ولا لأ. بعدها بيرجع عمار يتصل بلين مرة تانية وبيقول لها إنه عايز 200 مليون بيتكوين وكمان خروج آمن من المكان. طبعا لين بتقول له إن المبلغ ده كبير جدا، فبيقول لها إنه ما يجيش أي حاجة من اقتصادهم وكمان مش هيعوضوه عن اللي اتعمل فيه، وبيزعق لها وبيقول لها إنه لو ده ما حصلش هيفجر المكان باللي فيه وبينهي المكالمة. إليان ما بيفقدش الأمل وبيحاول يتكلم مع عمار تاني، وبيسأله هو طلب منهم فلوس قد إيه، فبيقول له إنه طلب منهم كتير لأنه كلهم اتأمروا عليه، الشرطة والحكومة وكمان وزارة العدل، وبيقول له ما ينطقش تاني عشان ما يقتلوش ويخلص عليه. وبيقرب عمار من إليان وبياخد صورة معاه وبيبعت الصورة على أحد القنوات.
ولما بيشوفوا الصورة ويس بيقول إن الصورة دي ممنوع إنها تتنشر، وبيبعت ويس الصورة لأبي من الشرطة الموجودة في الموقع عشان يحاولوا يوصلوا لنوع المتفجرات اللي على جسمه. أبي على طول بيوري الصورة لواحد من القوى الموجودة في المكان، واللي بيتضح إن الصورة مكتوب عليها ذخائر تدريبية، وده معناه إنها ممكن تكون أصلا مش متفجرات حقيقية، لكن في نفس الوقت لو طلع إنها متفجرات فعلا فالكمية دي هتفجر مبنى المتجر كله بالمباني اللي حواليه في الساحة. طبعا هم كده مش قادرين يحددوا دي متفجرات حقيقية ولا لا، فبيدي أبي أوامر بسرعة لفينستون إن الدور اللي فوق لازم يتم إخلاؤه طبعا في سرية، وبعدها هيقتحموا الدور الأول اللي فيه الرهاين. وبنرجع للمحتجزين في الخزانة، ومنجوس بيتأسف للوكاس لأن هو كان السبب إنه يفضل في المتجر، لأنه كان بيصلح لهم أجهزة كمبيوتر، وبيتكلموا كلهم مع بعض وبيتعرفوا. ومنجوس بيقول إنه عنده ولد وإنه عايز يرجع له تاني، ولوكاس بيقول إن عنده حبيبة وكانوا المفروض يتقابلوا النهارده. وطبعا سوف وبنتها بنتي بيكونوا خايفين جدا من الموقف اللي هم فيه. وهم قاعدين بيتكلموا بيجي مكالمة لمنجوس من مارك، واحد من أفراد الشرطة اللي هيكونوا مسؤولين عن التواصل معاهم لحد ما يخرجوهم من المكان. مارك بيسأل منجوس لو هم في أمان، فبيقول له إن المختطف ما يعرفش إن في حد مستخبي في المكان، خصوصا إن صوت الموسيقى عالي. لكن في الوقت ده منجوس بيلاقي الساعة 9 إلا دقيقتين، وحسب نظام أبل ستور فوقت الإغلاق اللي هو الساعة 9 الموسيقى هتقف وأجهزة الإنذار هتشتغل لأن في حد جوه المتجر. فمارك بيسأل منجوس لو يقدر يزود وقت الأضواء والأغاني، لكن منجوس بيقول له إن ده نظام مركزي والتحكم فيه من أمريكا. فمارك بيقول له إنه هيحاول يتصرف بسرعة، وعلى طول بيتصل بكاس يقول له يحاول بأي طريقة يوصل للمتجر الرئيسي لأبل في أمريكا. لما بيعرفوا موضوع الأنوار والموسيقى بتتصل لين بعمار وبتقول له إن كل حاجة هتقف وإن جهاز الإنذار هيشتغل وإن ده ملوش أي علاقة بيهم. لكن عمار بيقول لها إنه مش مصدقها وإنه هيفجر المكان، وفعلا بيصوب السلاح ناحية إليان. وبتحاول لين إنها تفهمه إن فعلا الموضوع ملوش أي علاقة بيهم وإنها تفضل معاه على الخط عشان يطمن. لكن اللي بيحصل إن الموسيقى والأضواء بتفصل فعلا، لكن جهاز الإنذار مش بيشتغل. وبعد لحظات بترجع الأنوار والموسيقى تاني، فعمار بيقول لين إنهم كذابين وبينهي المكالمة. لكن في الحقيقة إن الإنذار ما اشتغلش فعلا، لأن كاس والفريق اللي معاه وصلوا للمركز الرئيسي في أمريكا وحلوا معاهم الموضوع، وطلبوا منهم كمان مخطط للمتجر عشان يقدروا يقتحموه من غير ما حد يتأذى. فرجعت اتصلت لين بعمار مرة تانية واعتذرت له عن اللي حصل. المهم ان لين بتحاول انها تستدرج عمار في الكلام، فقال لها كل اللي عايزه البيتكوين وعربيه تخرجه على الطريق السريع، وبعدها محدش يلاحقه ولا يجري وراه ولا يتقبض عليه. وبيقول لها كمان انه هياخد معاه إليان ومش هيسيبه الا ما يكون في امان. وبيطمنها على إليان وبيقول لها انه خد العلاج بتاعه واللي بيتضح انه علاج للقلب، وبالتالي لازم ينقذوا الرهاين دي كلها في اسرع وقت ممكن. بس بيحصل هنا مشكله كبيره، انه ويس بيلاقي خبر منتشر على السوشيال ميديا ان في اكتر من 40 محتجز في الطابق العلوي للمتجر، وبيكونوا مفكرين ان الخبر ده اتنشر من واحد من المحتجزين، ومعنى انتشار الخبر ده ان عمار هيعرف ان في رهاين تانية وده هيقوي موقفه. وبيبلغ ويس أبي بسرعة إنه لازم يخرجوا المحتجزين دول بأي طريقة، وإن لسه الخرائط الخاصة بالمتجر ما وصلتش. فأبي بيقوله إنه هيتصرف، بس لازم الخبر ده يختفي من على الإنترنت. وبيتصل مارك بمنجوس بما إنه شغال في المتجر، فهو أكيد عارف المداخل والمخارج كلها بتاعة المتجر، فبيطلب منه إنه يساعدهم إنهم يخرجوا المحتجزين. وفعلا منجوس بيقوله إن في مخرج خلفي بيربطهم بالمبنى اللي جنبهم يقدروا يخرجوا منه، وإنه هيرسم لهم مخطط للمكان ويبعته. وفعلا بيبعت لهم المخطط وبيبدأوا إنهم يتحركوا. وبيبلغ ويس لين إنها تطول المكالمة مع عمار لأقصى وقت ممكن عشان يشتتوا انتباهه عن اقتحامهم للمكان. وفي الوقت ده بيبلغوا ويس ان الناشطه اللي نشر خبر المحتجزين رافضه انها تمسحه، فبيكلمها ويس وبيهددها بشكل واضح وصريح ان الخبر ده لو ما اتمسحش في خلال 10 ثواني هيتم اعتقالها فورا. فطبعا بتخاف جدا وبتمسحه. وبنرجع للين اللي بتحاول تتكلم وتطول المكالمه مع عمار. فعمار قال لها ان المشكله اللي معاه من وقت طويل بسبب الشرطه والحكومه والمدعي العام، وانه تعرض للاساءه من كل الجهات دي وفي الاخر اترمى في السجن، وان اللي هو طالبه ده هياخده كتعويض، ووقتها هيهرب بعيد. فبتطمنه لين انها هتساعده، لكن يهمها كمان صحه إليان تكون كويسه. المهم في الوقت ده عمار بيبدأ شوية يثق فيها وبيقول لها اسمه. طبعا على طول الشرطة بتدور على الاسم عشان يعرفوا هويته وكل حاجة عنه، وبيتضح ان عمار اصله سوري ومولود في امستردام، سجله ما فيهوش اي حاجة غير مخالفات بسيطة، ورجع سوريا وهو طفل وبيعاني من اضطرابات نفسية. ولحد دلوقتي لين بتشتت انتباه عمار وبتتكلم معاه، وفي الوقت ده فريق القوات الخاصة بيقدر انه يقتحم الدور التاني. لكن عمار بيحس ان في اصوات في الدور التاني وبيبدأ يتحرك ناحية الدور التاني ده وبينهي المكالمة مع لين. لكن بعد لحظات
لحظات بيرجع لإليان، وفي الوقت ده فرقة التدخل السريع بيقدروا يحرروا كل المحتجزين. وبيتصل مارك بمينجوس يشكره انه ساعدهم في تحرير المحتجزين وانهم قربوا يوصلوا لهم ويحرروهم هم كمان. لكن مينجوس والباقيين اللي معاه بيكونوا بدأوا يتعبوا ويتخانقوا من المكان الصغير اللي محبوسين فيه. وبيفضل إليان يتكلم مع عمار، وبتتصل مراته بيه في الوقت ده، لكن عمار مش بيخليه يرد على المكالمة. فبيحاول إليان انه يستعطف عمار بكل الطرق الممكنة، وبيقول له ان مراته اكيد قلقانة عليه، وانه اكيد هو كمان عنده ناس بيحبوه هيقلقوا عليه، وان مهما حصل هو هيفضل مجرم وإليان هيفضل رهينة بريئة. فبيرجع عمار يعيد نفس الكلام ان الحكومة هي السبب، وانه في المكان ده هيفضل ولا حاجة وهيبهدلوه، لكن لو خد الفلوس دي وراح اي مكان تاني هيعيش ملك، خصوصا انه طول عمره كان عايش فقير، فنفسه يعرف حياة الاغنياء دي عاملة ازاي، وكمان وقتها هيساعد الفقراء. فإليان بيقول له انهم ممكن بسهولة جدا يقتلوه، فعمار بيقول له انه طول ما هو معاه محدش هيقتله، لكن إليان بيقول له وهم ممكن ما ينفذوش اي طلبات وانت وقتها تقتلني، بعدها ايه اللي هيحصل؟ فعمار بيقول له عادي، هبقى خسرت بس هم كمان هيكونوا خسروا. المهم بيقوم عمار يعمل قهوة ليه هو وإليان، وبيقرب للخزانة اللي مستخبي فيها مينجوس واللي معاه. مارك بيقول لمينجوس انهم ما يعملوش اي اصوات، لكن سوف للاسف بتكون تعبت جدا لدرجة انها مش قادرة تتنفس وبتكون هتفقد الوعي، وبيحاولوا انهم يهدوها، لكن من الواضح انها ممكن تدخل في أزمة قلبية ولازم يلحقوها. لين على طول بتتصل بعمار عشان تشغله، وبيفضلوا يتكلموا كتير، ومارك في الوقت ده بيجيب دكتورة عشان تساعدها لحد ما يقدروا انهم يخرجوها، وبيتضح انها في نوبة حالة مش أزمة قلبية. وفي الوقت ده بتحاول لين تتفاوض مع عمار انه يسلم نفسه، لكن طبعا عمار بيرفض وبيقول لها انه ما بيرجعش من نص الطريق. عمار وهو بيتكلم مع لين بيحصل مشكلة كبيرة جدا. واحد من القناصة التابعين للشرطة بالخطأ الضوء الأخضر بتاعه بيتوجه ناحية عمار اللي بيفقد السيطرة، وبيفضل يزعق وبيتهم لين بالكذب وانهم بيحاولوا يقتلوه، وبيمسك إليان وبيكون عايز يقتله، وبيشتم لين وبيقول لها انه عايز راجل يتفاوض معاه مش هي، وبينهي على طول المكالمة. في الوقت ده فيلكو وراشال بيتفقوا ان لين لازم تبعد عن التفاوض ده، وفيلكو هو اللي يكمله. المهم بعد مناقشات كتير ورفض من لين بيضطروا انهم يوافقوا، وبيتصل فيلكو بعمار وبيقول له ان انت كنت عايز راجل يتفاوض معاك وانا بكلمك اهو. فعمار بيقول له لو راجل فانا عايز رد دلوقتي حالا عن موضوع البيتكوين اللي انا طلبته. ففيلكو بيقول له والا ايه اللي هيحصل؟ فعمار بيقول له انه هيفجر المبنى بكل القوات اللي واقفه بره، لان لو طلبه ما تنفذش هيموت كمقاتل. وبيبدا عمار انه يعد عد تنازلي عشان يفجر المكان. لين في الوقت ده بتقول لفيلكو يقول له بسرعه ايه نوع العربيه اللي عايز يهرب فيها عشان يكسبوا وقت. المهم انه فعلا لما بيقول له عايز عربيه ايه، فبيقول له عايز عربيه ليموزين سودا. في الوقت ده إليان بيتعب جدا وبيكون محتاج يشرب ميه، فبيطلب عمار منهم يجيبوا لهم ميه، وفعلا بيبعتوها عن طريق روبوت. وعشان ما يستغلوش فرصه ان عمار يخرج بره ياخد الميه ويقتلوه، فبياخد عمار معاه إليان عشان يخليه هو اللي في المواجهه، ولو حصل اطلاق نار هو اللي هيموت. في نفس الوقت ده بيكون في قناصه في هليكوبتر مصوبين ناحيه عمار وبيراقبوه، وبيخرج إليان عشان يجيب الميه برجله طبعا لان ايده لسه متكتفه، ولما ما بيعرفش بيقول لعمار انه مش عارف، فعمار بيسيب السلاح بتاعه وبيمد ايده عشان يجيب الميه. في الوقت ده بيستغل إليان الفرصه وبيطلع يجري عشان يهرب من عمار. طبعا عمار بيجري وراه هو كمان. هنا فينستون بيتدخل على طول في الوقت ده وبيجري ناحيه عمار وبيخبطه بالعربيه، والخبطة بتكون قوية جدا وبيقع عمار على الأرض وبيفقد الوعي. الشرطة بتتجمع على طول حوالين عمار وبيكونوا قلقانين من المتفجرات، لكن اللي بيحصل إن ما بيحصلش أي تفجير، فمعنى كده إن المتفجرات فعلا ما كانتش حقيقية وإن عمار كان بيهددهم على الفاضي. وبيطلبوا برضه احتياطي خبير متفجرات عشان يتأكدوا إن مفيش مشكلة. وفي الوقت ده أبي بيروح لفينستون بيقول له إن اللي هو عمله ده هيعمل لهم مشاكل كتير، لكن المهم إن الموضوع انتهى وبيشكره. وبيهدوا إليان وبيطمنوه وبياخدوه لقسم الشرطة عشان ياخدوا أقواله. وبيخرجوا كمان مينجوس ولوكاس وسوف وبنتي من الخزانة. ومينجوس أول ما بيكون لوحده بينهار من كل اللي حصل خلال اليوم، وبتنتهي المهمة وكل واحد بيرجع لبيته بعد كل لحظات الرعب والخوف اللي عاشوها عشان يحموا المدنيين المحتجزين. وبيرجع إليان شغله وبيطلع الإيربودز اللي كانت السبب في كل اللي حصل له ده. أما في القصة الحقيقية فالخاطف بيتنقل للمستشفى بجروح خطيرة وتاني يوم مات. ومدينة أمستردام منحت الرهينة والأربعة اللي كانوا محتجزين في الخزانة وسام الشجاعة. وبعد تحقيقات استمرت 4 شهور بيقرر المدعي العام ان ضابط العمليات الخاصة اللي خبط الخاطف لم يتجاوز القانون في الاصطدام اللي حصل ده، وبالتالي ما تمتش محاكمته. اما سبب عملية السطو والخطف كلها فهو غير واضح، ولحد دلوقتي محدش يعرفه. هل ممكن نعرفه في يوم من الايام؟ يمكن. وبس بيخلص فيلمنا على كده. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك وشير الفيديو مع اصحابك اللي بيحبوا الافلام، واستنوا الملخص الجاي. سلام.